3 نقاط غاليه النهارده، الفوز على بتروجيت على ارضه. النهارده فتره توقف افادت النادي الاسماعيلي ان انتوا الجهاز الفني الجديد اللي هو كابتن طارق يحيى قدر ان هو يتعرف على مستوى بعض اللاعبين. والله مسار الاول الحمد لله النشاط رجع واللعيبه ما كانتش بعيده قوي عن مستواها، ودي كانت الناس كلها كانت قلقانه من كده. لكن مباراه النهارده انا عايز اقول لك لسه ما نقدرش نحكم مسارها ان احنا الفتره بدا كابتن طارق يلم بكل الامور. لا هو لم بعض الامور في اللعيبه، شاف مستويات اللعيبه، اشتغل معاهم كويس على العامل النفسي. اتكلمنا في جزئيه مهمه جدا، ماتش بتروجيت او اهميته عندنا مسارها هي انك بالظبط بتبدا بدايه موسم، ده ستارت موسم السنه دي بعد التوقف اللي حصل ده، فهتكمل كويس يا تكمل متذبذب. فاحنا كنا بنامل من ربنا سبحانه وتعالى ان يدينا 3 بونت يقدروا يخلونا نشتغل باريحيه شويه، نبدا نبص للموضوع بشكل مختلف شويه. فماتش النهارده انا بشوف ان هم من اهم 3 بونت السنه دي، لان احنا فعلا كنا محتاجين 3 بونت دول، تغيير جهاز، وقف نشاط فتره كبيره، دفعه معنويه قبل ما تروح تلعب النادي الاهلي وتروح تلعب انبي، وانت عارف ان ماتشات النادي الاهلي بتبقى مهمه جدا، فالعامل النفسي وانت داخل المباراه هيبقى مهم جدا جدا للعيبه. الحمد لله طبعا على المكسب، وطبعا الحمد لله طبعا على الاداء، ويعني ده حسن توفيق اللي انا انزله الفرقه ربنا يكرمها بجون ونطلع بيه كسبانين، ده توفيق من عند ربنا في الاول. ويعني الحمد لله هيفرقوا معانا. بتروجيت فرقه من اللي بتنافسنا، و3 بونت يعني غاليين علينا، ويعني وخارج ارضنا، فبدايه مع كابتن طارق يحيى فبدايه كويسه وتدينا دفعه للماتش الجاي، ماتش النادي الاهلي، ويعني حاجه كويسه كده في البدايات. يعني الحمد لله عوده حميده لينا. الحمد لله طبعا على 3 بونت غاليين بره ملعبنا. اول تجربه مع كابتن طارق يحيى، الحمد لله كنا قد المسؤوليه، اللعبه كانوا رجاله. ان شاء الله نستمر بعد كده، عندنا الماتش الجاي الاهلي نركز فيه ان شاء الله، وبنلعب على المكسب ان شاء الله في كل الماتشات اللي جايه. الفرقه كلها كنا كويسين النهارده، كلنا عايزين نعمل حاجه بعد فتره التوقف دي، فالحمد لله بنبارك لجمهور النادي الاسماعيلي على الفوز النهارده الحمد لله. كان في تعليمات خاصه من طارق يحيى مدافعي الفريق محمد البعلي تجديد الرقابه على مهاجمي بتروجيت؟ الحمد لله والله كابتن طارق الكلام اللي قال عليه الحمد لله اتنفذ، وطلعنا بالشكل المطلوب كله يعني الحمد لله. كابتن طارق اللي بيقولوه في التمرين بننفذه في الماتشات الحمد لله يعني. شفنا بتروجيت ضيع فرص في الشوط الاول. بالظبط، هي برضو اللي انت عارف برضو ليه بقى لنا فتره حوالي يعني شهرين ما بنلعبش ماتشات رسميه بصفه اساسيه وكده، فده طبيعي يعني، دي حاجه طبيعيه. بس الحمد لله الشوط الثاني تداركنا هذه الاخطاء كلها والحمد لله بقت الدنيا تمام الحمد لله. ايمانويل بنايني ذا فيرست ماتش يو بلاي وذ اسماعيلي يو سكور ذا جول كونجراتيليشن. ثانك يو. انا سالت ايمانويل قلت له ان انت كنت النهارده متوقع ان انت تحط جون في اول ماتش النهارده؟ قال لي انا كنت متوقع ان انا احط هدف النهارده في اول مباراتي مع الاسماعيلي. انا ببذل مجهود كبير ومجهود خرافي في التدريبات، وانا عايز اثبت للناس كلها ان انا صفقه، واثبت للجماهير الاسماعيلي ان انا صفقه جيده، ان انا افدت الفريق. انا سالته قلت له ان طارق يحيى في تعليمات قالها لكم كابتن طارق يحيى او تعليمات خاصه ليك؟ قال لي قال لي ان انت استمر في الضغط على المدافعين بتوع بتروجيت، وقال لي ابذل مزيد من الجهد وانت هتبقى صفقه